السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم معايا في قناة إبداع الست المصرية. يلا معانا النهاردة فيديو جميل جدا ومميز من العلب دي. العلب دي كلنا عندنا زيها، بتاعة الآيس كريم، بتاعة الجبنة الكيري، بتاعة أي مخللات، بتاعة أي حاجة. بيجي علب صغيرة زي دي كده، بتبقى موجودة عندنا كلنا. انا اول حاجه هحتاجها معايا، انا هشيل الاول الجزء اللي فوق دوت، اللي بيبقى في العلبه من فوق. انا عايزه العلبه من تحت بالراحه كده، وبتعمليها بالمقص، ممكن بالسكينه، بكتر، بشوفي انت ايه المتاح معاكي وتشتغلي بيه على طول. هنقص بس الاطار اللي فوق دوت كله، ونروح شايلينه زي ما انت شايفه. بصي سهل جدا في القص. ولو في اي بقى حاجة عايزة تتظبط بتظبطيها كده وبتسويها بالمقص. هو ده بقى الجزء اللي انا هحتاجه في الفكرة الجميلة بتاعتنا النهاردة. بعد كده هحتاج معايا قطعة قماش. بصوا قطعة القماش دي كانت حتة كده باقية عندي، ممكن اي قطعة قماش موجودة عندك بتاعت اي حاجة هتعملي بيها. جبت قطعة قماش مقاس العلبة بتاعتي، وجبت قطعتين كده مدورين على قد القاعدة بتاعتي من جوه ومن بره. زي ما انت شايفة كده انا خدت مقاس العلبة من جوه ومن بره. من بره كده في سنتي بره زيادة، وفي من جوه 2 سنتي زيادة. بس هو دوت اللي انا محتاجاه للعلبة بتاعتي. هو ده القماش اللي انا هغلف بيه. طبعا مش هنغلف بس كده قماش وخلاص، لا، هتشوفي دلوقتي معايا فكرة جميلة قوي ان شاء الله تعجبك وتقدري ان انت تستفادي بيها. اول حاجة هلزق القماش بتاعي. لو انت عايزة تخيطيه خيطيه، لكن بصراحة اللزق بيبقى جميل طالما لزقتيه حلو واتكيتي عليه قوي كده، فخلاص هو مش هيفك خالص وهيبقى كويس. هبتدي بقى اعمل ايه؟ احط بقى بتاع القماشه بتاعتي من جوه بقى، واغلفها كده من جوه، والزقها من بره بقى، واغلفها واقفلها من بره. انا واخده مقاس العلبه مظبوط، وقص على قدها بالظبط. شوفي كده بقى، انا هي خلصتها كده. هي دي الحته على قد اللي جوه بالظبط. دي بقى من بره كده، وابتدي بقى اجيب المسدس معايا. هتروحي حاطه كده الشمع، وتبتدي ان انتي تلزقي الجزء ده كله كده. كده بقى خلاص اهو بنقفل بس الحتة دي علشان ما تبقاش ايه، مش مظبوطة معايا، وتبقى تمام. هجيب بقى كمان معايا ايه بقى، اجيب الجزء اللي جوه دوت علشان خاطر ان انا الزقه. طيب انت ممكن الخطوة دي تعمليها الاول، وبعدين تبقي تعمليها او تلزقيها يعني، او تعمليها على طول زي ما انا ما عملتها كده. بعد ما لزقت من تحت، شديت القماش وبعدين رحت عاملة كده، متخرة القماش ورحت لازقاه، علشان خاطر ايه، يثبت بس معايا القماشة بتاعتي على العلبة مظبوط. هجيب بقى في القاعدة، هجيب قطعة قماش من المدورة اللي احنا عملناها، وهبتدي ألزقها من تحت كده عشان أقفل شغلي من تحت، يبقى ايه، الشغل مظبوط. كده فنشته خالص اهوت. طبعا لو في اي زيادة، اهم حاجة تتكي كويس علشان الشمع يمسك وما يفكش معاكي خالص. لو في اي زيادات بسيطة كده بالمقص بنروح ايه، شايلينها زي ما انتوا شايفين كده. كده خلصت بقى العلبة بتاعتي من بره اهوت، وهعملها كمان زي ما انتوا شايفين كده من جوه، واظبطها واقول لكم كمان هنشتغل بايه. كده بقى انا خلصت اهوت الحتة دي. بصي سهل جدا والشغل بسيط، ان شاء الله يعجبك وتقدري ان انت تنفذيه. عملت بقى الجزء اللي جوه كده زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى الحتة دي، وجبت لها حتة كرتونة، وابتديت ان انا لزقتها فيها كده، ولزقت شمع عليها. بصوا الخطوات كلها باينه وواضحه قدامكم. ظبطت القماش بتاعي من جوه، وبعدين رحت لازقاها. بصي ثبتت وبقت جامده جدا. طيب انا بقى كده خلاص الفكره انا ثبتها كده وخلاص بالقماش، لا، انا معايا هنا ده خيط مكرميه، وممكن خيط خيش، خيط صوف، اي خيوط يعني، كل الخيوط بتنفع معانا في الافكار بتاعتنا. جبت كده الخيط دوت، وعملت كده زي ضفيرة او بغرزة الكروشيه كده، بإبرة الكروشيه. رحت عاملاه كده سلسلة كبيرة كده، بحيث ان هي ايه، تديني سمك معين انا محتاجاه. هبتدي بقى الف على العلبة بتاعتي بداية من تحت الاول. باول واحدة كده ابتدي ان انا الف الاول كده بالشمع، وابتدي بقى ان انا الف شوية.
كل ما الف حته كده حبه واروح ايه مثبته كده بحته شمع في الاول كده عشان خاطر ايه يطلع معايا الشغل مظبوط. هلف بقى على العلبة كلها كده من بره زي ما انتوا شايفين بالخيط ده بتاعي معايا. طبعا الالوان اللي انت عايزاها هتبقى مناسبة ليكي. انا القماشة بتاعتي حسيت ان هي ايه فيها سنة رصاصي خفيفة كده، ف... فهيليق معاها الخيط الرصاصي ده، ودت كمان معايا في النهاية شكل جميل جدا. هكمل بقى العلبة بتاعتي كلها لحد فوق، وبعدين هقول لكم هنعمل فيها ايه تاني. كده خلاص اهوت انا بخلصها كده بقى بعد ما خلصت العلبة بتاعتي بالصوف زي ما انا ما قلت لكم اهوت او بالخيط المكرمية. بصي شكلها جميل كده. عندي بقى هنا ايه كان عندي كده ده شريط قصقصته كده وخليته ايه وردات كده جوبير كده شكلها جميل قوي كانت عندي. حبيت ان انا اعمل بيها ازوق بيها بقى وفنشها كده تبقى شكلها جميلة. طيب لو ما عندكيش الوردات دي، ممكن لو عندك مثلا ستان تعملي بيه وردات حلوة زي ما بنعمل مثلا ورد الستان. عندك مثلا شريط مثلا تاني وعايزة تزوقيها بطريقة تانية، كل ده يعني المتاح معاكي اشتغلي بيه على طول. لكن دوت بصراحة اللي موجود معايا، فأنا حسيته هيبقى جميل قوي في الفكرة، وبجد ادالها منظر جميل جدا. ادالها في النهاية شكل حلو قوي. ما كنتش متخيلة بصراحة شكلها، لا كانت حلوة قوي وجميلة. وفي النهاية كده هتشوفيها دلوقتي هتعجبك جدا. كده انا لزقت اهو. بصي بقيت امشي ما بين وزعت الوردات او الفيونكات او معرفش هي بتاع كده شكلها جميلة بصراحة. وزعتها كده يعني تقريبا كده بالتساوي زي ما انت شايفة كده. ما بين كل حتة وحتة كده حطيت واحدة لحد بقى ايه دي اخر واحدة اهي. انا بقفلها كده يعني ايه، هي كانت طويلة شوية فانا حبيت ان انا اقفلها لجوه كده وثبتها زي ما انتوا شايفين. دي كده اخر واحدة اهو ثبتها معاكم. يا رب بس الشرح يكون واضح وما كنش قطلت عليكم يعني علشان خاطر ايه وتقولي لي برضو شرحي كده حلو ولا لا. كده بقى بعد ما خلصنا العلبة بتاعتنا معانا، وجيت بقى في نص الوردات كده عشان تبان وتبقى شكلها حلو، حطيت لها نص لولي كده ادالها منظر جميل جدا. بجد شكلها حلو. ليها طبعا استعمالات كتير، انا هقولك على كذا استعمال منها. ممكن نحط فيها باقة زرع كده ونعملها زي زهرية، او نحط فيها ورد مثلا ونعملها زي زهرية كده شكلها جميل وحلو برضو. مدية منظر جميل جدا. وهقولك كمان هتستعمليها في ايه. ممكن تستعمليها على التسريحة بتاعتك مثلا تحطي فيها حاجات الميك اب بتاعتك، الأقلام والفرش والحاجات دي هتبقى شكلها حلو برضو وجميلة. بصي عايزة تعمليها زي ما أقلامها فيها أقلام أولادك وحاجتهم وكده. بصي لها كذا استعمال، انت بقى تستعمليها زي ما انت عايزة. وما تنسيش تقولي رأيك في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.